عليك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلهام المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق. صباح السعادة، صباح الأمل، صباح كل شيء جميل. معكم ياسمين في برنامج بكرة أحلى. رجعت لكم اليوم بتابع الحلقات اللي فاتت. تكلمت الحلقة اللي فاتت عن الصبر على تأخر الزواج، وإنه أوقات كثيرة إن الشخص بسبب تأخر الزواج مثلا بيفقد إيمانه بالله، وما بيصبر، ما بيحتسب، ما بيعرف إنه ربي أخره له لخير. اليوم موضوعي حيكون عن شيء متعلق بالزواج، اللي هم الإنجاب، اللي هم الأطفال، اللي هم أجمل شيء في الدنيا. كل واحد فينا يتمنى يكون، يا تكون أم يا يكون أب، لأنهم شيء جميل، شيء يعني سبحان الله كذا، غريزة الأمومة، غريزة إنه الشخص يكون أب، يعني إحساس جدا جميل. ما بالكم لما سبحان الله يعني ربي يرزقك بالزوج الصالح، أو ربي يرزقك بالزوجة الصالحة، وربي يعني سبحان الله تنحط امتحان آخر اللي هو تأخر الإنجاب. لما يكون يتأخر الإنجاب طبعا زي ما انتم عارفين إنه المرأة يعني تدخل، يعني تعرفوا غريزة الأمومة عند المرأة بيكون أعلى، أو بيكون إنه البنت تربت إنها تكون أم، يعني تكوينتها كده أم. لما تفقد هذا الشيء بتدخل في حالة نفسية، وبتحس إنها أقل من غيرها، أو إنها بالنقص، أو إنه بإحساس جدا يعني مو حلو. مع إنه سبحان الله أوقات كثيرة لما بيكون في تأخر الإنجاب بيكون يعني في أكثر من طريقة الإنسان يلجأ لها، سبحان الله تكون سبب من الأسباب اللي بتخليك إنه الله بيرزقك بعيال. من ضمنها إنك تلجأ لربنا، اللي هو أهم عنصر إنك أنت تلجأ لربنا، وتكون علاقتك بربنا قوية بالاستغفار بالدعاء. وانتوا عارفين قصص الأنبياء اللي مروا، اللي كان عندهم إنه مثلا الله ما رزقهم بعيال، بعدين سبحان الله ربي عوضهم. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ما جاب من زوجته سارة، ما جابت له ولد، وتزوج هاجر، وبعدها ربي رزقه بإسحاق. وقصة زكريا عليه السلام كمان يوم بعد كبر، بعد عمر كبير، إنه الله رزقهم بيحيى. يعني شفتوا قصص الأنبياء من أجمل القصص اللي سمعناها، سبحان الله. يعني الاستغفار، وطبعا من إيش الاستغفار لها دور كبير، والدعاء سبحان الله، صلاة الليل، وإن الواحد يناجي ربنا ويدعي ربنا، يعني ويطلب منه اللي يتمناه من كل قلبه وكل إخلاص وكل ذل لله. يعني ربنا بيسمعنا دائما، ربنا بيعطينا بس في الوقت اللي هو شايفه هو صح، لأنه أوقات إحنا ما نعرف إنه في الوقت ده هذا لو جاء مثلا ربي عطانا ذرية هذا في الوقت هذا يمكن مو خير لنا، يمكن، والأكيد إنه ربي ما بيأخر إلا لشيء صالحنا ولشيء خير لنا. مثل ما تكلمنا عن الزواج نفس الشيء في الإنجاب. وانتوا تعرفوا قصة المرأة اللي جت لسيدنا موسى عليه السلام، يوم قالت له يا موسى إنه هي متزوجة وإنه ما عندها عيال، وإنه يدعي لها يكلم الله إن الله يرزقها بعيال. بعدين موسى يوم كونه كليم الله كلم الله قال له يا موسى إنها عقيم، يعني إنه ما، يعني مكتوبة في القدر إنها ما تجيب عيال. وقال لها إنه ما تجيب عيال، ورجعت رجعت لموسى بعد سنة ومعها طفل رضيع. قال لها ولد مين هذا؟ قالت له ولدي. بعدين راح سبحان الله موسى سأل الله، قال يعني سبحان الله إنه هي دعته، وإنه دعاء يغير القدر. سبحان الله ربي رزق هذا العيال. يعني دائما التقرب من الله والدعاء والصلاة والاستغفار، هذه من الأسباب القوية، لأنه ربي سبحان الله بإذن الله يعني حتى القدر ممكن يتغير، ممكن سبحان الله، يعني الصدقات والمساعدات، هذه أشياء كلها بتساعد الإنسان إنه إيش
يغير القدر، أو إنه مثلا يسرع مثلا من الإنجاب، أو إنه الله يرزقه بالذرية الصالحة. من القصص الجميلة اللي أنا سمعتها واللي جدا عجبتني قصة واحدة تقول إنه كان عمرها 20 يوم ما وتزوجت شخص ما شاء الله تبارك الله، كان شخص مرة كويس معاها، يعني تقدر تقول إنه عاشت مع أحلى أيام عمرها. مرت الشهور وهي على أمل إنه كل الناس تسألها ما حملتي، ما صار حمل، وهي تقول لا ولا. ومرت سنة وسنتين، سبحان الله كانت تراجع أطباء، ما في طبيب ما راحت له، كل الأطباء راحت لهم. سبحان الله يوم ما راحت لكل الأطباء، كل الأطباء كانوا يقولوا لها شيء واحد، إنه عندك مشكلة، يعني هذا يخليك إنه صعب إنك تخلفي. مرت سنين 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 إلى ما صار 28 سنة عايشة مع زوجها، والله ما رزقهم بعيال. وصلت البنت هذه عمرها 47 سنة. 47 سنة يعني خلاص وصلت المرحلة اللي دائما عادة المرأة بيكون صعب إنها تجيب عيال. في الفترة هذه أهله قالوا له خلاص زوجتك 28 سنة صبرت عليها، الحين أنت فرصتك إنك تتزوج بنت صغيرة تجيب لك ذرية. الرجال من غير ما يقول زوجته راح تزوج وخلف، راح تزوج وقال لزوجته في الأول إني أنا تزوجت، وحزنت من جوات قلبها. وسبحان الله زوجته حملت وسكنوا في نفس العمارة فوق وتحت، وقاعد تشوف إنه زوجته حملت وجابت له الطفل اللي كان يتمناه، وهي ما عندها أطفال، وزوجته حملت مرة ثانية وجابت له بيبي ثاني. هنا المرأة هذه ما تحملت وطلبت منه الطلاق، ورجعت عند أهلها. وأمها كانت حرمة مريضة، وهي نفسها الحرمة هذه كان عندها سكر. أمها سبحان الله تعبت شوية وتوفت الله يرحمها. بعدها عاشت عند أخوانها. سبحان الله صارت إنسانة لا أم لا أطفال لا زوج، سبحان الله مكسورة. وكانت عايشة عند أخوانها، تقدم لها شخص عمره 64 سنة وإنسان يعني صحته على قده، وأخوانها يقولوا لها لا ليش تتزوجي رجال كبير على الأقل قريب من عمرك وأحسن. قالت لهم مو مشكلة، أنا أكون سنده وهو يكون سندي في هالدنيا. وتزوجت هالرجال. يوم ما تزوجت الرجال هذه ما كملت 6 شهور إلا تحس بآلام زي المغص وكذا. قالت لا شكله هذا مجرد شيء عادي. بس لما اشتد عليها التعب أخذها الدكتورة فحصتها، قالت له كم عمرك وكم سنة، كم صار لك متزوجة؟ قالت له كنت متزوجة قبل كذا 28 سنة والحين 6 شهور من يوم ما تزوجت. قالت لها عمرك كم؟ قالت لها 74. سبحان الله. قالت لها لازم في تحاليل معينة لازم تسويها. طبعا هي ما اهتمت ما سوتها، تعبت مرة ثانية رجعت. يوم ما سوت التحاليل اكتشفت انها حامل. قالت لها دكتورة كون انه عندك سكر لازم ننظم السكر ولازم تهتمي بنفسك وتراعي. ما صدقت، كان احساس رائع انه شخص يقولوا لها انت حامل لسه ما هي مستوعبة، مع انه كل الاطباء قالوا انه نسبة انك انت تكوني حامل هذه انسيها، والعمر تقدم فيها. سبحان الله يعني كل شيء كان املها بربنا كبير، وكانت دائما تدعي انه يا رب نفسي يكون عندي ذرية. وامها كانت تدعي لها، ربي رزقها حملت ولدت طفل سبحان الله وفي عمر يعني متأخر. ربي فرحها، ربي أخر لها لخير لها، ربي أخر لها عشان يفرحها. ربي ما يعني دائما سبحان الله يعني كل من يدعي يستجيب له سبحان الله. وكانت يعني جدا مبسوطة فرحانة، وعرفت أن توكل على الله سبحان الله يخلي الإنسان أنه يحصل على كل شيء يبغاه. أهم شيء أنه الإنسان يتوكل على الله ويصبر ويحتسب ويعرف أنه ربي ما أخر عنك إلا لخير. بس أوقات ممكن أنه كل الناس تجزم أنك أنت الله ما حيرزقك بعيال. طيب في باب بينك وبين الله، أنت لو لجأت له
والله ربنا ما حيقصر معك، ربنا حيعطيك اللي تتمنى أيا كانت أمنيتك، ذرية، كل شيء تتمناه، بس أنت قوي علاقتك بالله واصبر واحتسب واعرف إنه ربي حيعطيك إياه. بس أنت حاول إنك تسوي الأشياء اللي قالك يا ربنا، تستغفر وتدعي وتصلي وتتصدق وتحسن. وأوقات ممكن سبحان الله ما يجي إيش اسمه، الله ما أعطاك ذرية، بس في طريقة ثانية إن الواحد يقدر يكسب فيها أجر في نفس الوقت يكون عنده ذرية، إنه يكفل اليتيم. كفالة اليتيم هذه إحساس جدا رائع، يعني إنك أنت تكفل يتيم وتصرف عليه وتربي طفل يتيم الأب والأم وتكسب فيه أجر تجاور الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما في أعظم منها. سبحان الله، يعني في أكثر من باب إنك أنت تحس إنك أنت تكون أب أو إنك أنت تكوني أم وتكسبي أجر وتدخلي الجنة. سبحان الله، في أعظم من كذا؟ والله أنا في نظري أنا ما في أعظم من كذا، إنه ربي يعطيني أجر ويدخلني الجنة وأحس بالأمومة أو إنك تحس بالأبوة. سبحان الله، كل هذا مجرد إنك تكفل اليتيم وتحسن اليتيم، تمسح على رأس اليتيم. سبحان الله. والكفالة طبعا زي ما أنتم عارفين وتكون بأكثر من طريقة، حنتكلم في موضوع يعني مفصل عن كفالة اليتيم بإذن الواحد الأحد. بس نتيجة الصبر دائما خير، دائما اصبروا واحتسبوا الأجر لله، لأنه سبحانك يعني الصبر نتيجته دائما لأنها خير، ونتيجته دائما مفرحة، لأنه مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا. يا سبحان الله. عشان كذا أتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني نكون من الصابرين، ونكون نحتسب كل شيء في هالدنيا ونصبر ونتعلم نكون يعني علاقتنا بربنا أقوى، وإنها تكون يعني كل ما بغينا شيء نلجأ لربنا، ما نلجأ لأحد، ونصبر ونحتسب ونعرف إنه في يوم من الأيام حيتحقق لنا الشيء ده، بس ربي ما أخره إلا الخير. خليكم الحين لا تنسوني بدعواتكم وإن شاء الله بإذن الواحد الأحد تروني الحلقة الجاية، ولا تنسون إنه بكرة أحلى وبعده أحلى وبعده بكرة أحلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة، وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل. ازرع الخير عليهم واستمع دوما إليهم، كي تعش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. يا أخي بالله اسمع، ارتضي الأقدار واقنع، آملا في الناس تزرع، تحصد الخير سنابل، تسري في درب الريادة، طامح ترجو الإفادة، إن تشأ فيض السعادة، لا تكن بالذكر غافل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل.